خلاص كلت بقى ونامت، واحنا قلنا نيجي هنا نجرب الشكاره. الشكاره دي يا جماعه زي الفلوكه عندنا، بس هنا كشمير مشهوره جدا بيها بتجربه الشكاره في البحيره، والناس بيقولوا عليها تجربه ممتعه جدا. احلى حاجه بقى ان في تجربه الشكاره دي هتاخدنا جوه، ففي جوه بقى زي مدينه جوه البحيره، ناس بتبيع ناس بتشتري، كله على المراكب. بصوا هو بدأت الرحله ب 1200 روبيه، عقبال ما مشينا بس خطوتين في الاخر قالوا لنا 400 روبيه من لفه، يعني لفه ساعه. اللفه ساعه بندخل فيها المنطقه اللي جوه والماركت وكده، كل ده ب 400 روبيه يعني حوالي 200 جنيه. بصوا هنركب واحده من دول، عمو اللي اتفقنا معاه اهو جه. افضل هيركب الاول وبعدين انا وراه على طول. تقيله ولا ايه؟ احنا قريبين قوي في الميه. ايه ده، انا حاسه ان انا ممكن اتبلع. يا كاي نسيت ان احنا على مركب مش هنرجع له تاني، بقول له لما نرجع لك. في بدايه اول نقطه يعني، لسه هو هيورينا كذا نقطه، فان شاء الله ايه يعجبنا. بصوا المنظر جميل ازاي، صورني كده صورني. ايه ده عمو تاني، ده عنده ايه؟ كلهم جيب بقى حاجات ايه، चाय कॉफी कहवा قهوه كشميري قهوه. ये लो देखो, अगर इसमें 25 वाला मजा होगा ना, मैं पैसा नहीं लूंगा। شكرا. بصوا هنا بقى حاطط لي ورد وحاطط لي حاجات جميله قوي. في مصر المفروض يبداوا الموضوع ده، شاي وقهوه على الفلوكه. कश्मीरी लगती है ना? हाँ कश्मीरी लगती है। हाँ هو بيقول يا جماعة يعني ياسمين شكلها كشميري قوي، هو مش مصدقة يعني هي مش كشميرية أصلا. إيه رأيك ياسمين؟ بص بقى يعني خلاص انا هاجي اعيش هنا، طالما هم تبنوني في الهند وقالوا ان انا واحدة منهم، يبقى انا لازم اجي هنا بقى. لو هي بتقول أنا مش كشميرية هما بيستغربوا كده يعني. هو راجل هو عمو برضو انا كده. هقول لك السبب المناخير. هما المناخير الطويلة دي هي بصوا مناخيري كشميري اصلي. خلي بالكم المناخير دي من علامات الجمال هنا، فمحدش يضحك على مناخيري من دلوقتي. بصوا يا جماعة في لوز، قطعة اللوز موجود باين ورا على سطح، ورد ولوز، وفي كتير حاجات مش عارف. بقول لك اي حد هيجيلي بيبيع حاجة من على المركب هشتري منه، ما تقولش لا. ماشي. اهو يا جماعة جنات نايمة جنبي وياسمين قدامي وانا معاكم هنا اهو. بصوا المركب دي منها مركبين، واحدة بتبيع لها اكسسوارات وواحدة فواكه. بصوا المنظر جميل ازاي، بجد منظر جميل جدا. اهلا في كشمير، الاجمل محل، اجمل مكان في العالم. يعني يا جماعة بذمتكم كده انتوا حاسين ان احنا في الهند؟ انا مش حاسة الصراحة. आप उधर जा रहे हो? بيقول لك ايه؟ क्या बात है? आप कहाँ से? ये ايجيبت. بصوا عمو ده بيقطع لنا الفواكه. عربي ام قرآن. كلمة. من ذلك الكتاب الله ربي هدى الذين يؤمنون بالله ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. لا يجوز قراءة هذا الذين. ما شاء الله ما شاء الله. यास्मीन। اسمك ياسمين. आपका नाम? यास्मीन। आपका नाम से? मेरा नाम अफजल। अफजल। بصوا بيقطع لنا كمان اناناس. या मानिल्लाह खुदा के हवाले। शुक्रिया शुक्रिया. جزاك الله خير. بصوا طبق الفواكه، الراجل اداني كميه كبيره قوي وانا قلت له طبق صغير،
بجد هو قال لنا طبق دي صغير، طب مش عارفين الطبق الكبيرة دي عاملة ازاي صح؟ كنا نقعد ناكله طول اليوم. تفاح الكشميري يا جماعة مشهورة في العالم. الفواكه هنا طعمها حلو قوي، وبالذات التفاح، بجد اكتر تفاح مسكر دوقته في حياتي. الرحلة بتتضمن الشوبينج، يعني ممكن يوقفكم عند اي محل وتعملوا شوبينج براحتكم ويستداكم. यहाँ तक ये बाजार है, इसके पीछे वो गांव वाला रहता है, दुकानदार का घर, वहाँ से बना के लाता है, फिर इधर बेचते हैं। वेजिटेबल मार्केट, यहाँ पर वेजिटेबल मार्केट लगता है सवेरे। يا جماعة جوجو نايمة لغاية دلوقتي، كان نفسي تصحى بس يعني في نفس الوقت كويس ان هي نايمة علشان كان ممكن تنط. بجد يا جماعة عجبتني قوي تجربة الشكارة، وكانت ممتعة جدا وفكرتني بمدينة البندقية اللي هي بتركب الجندولة وياخدوك تلف في المدينة اللي هي زي هنا كده، زي ما انتوا شايفين المحلات على الجنبين ونقف ونشتري وكده وكله واحنا في المركب. وكمان بقى شفنا الحديقة دي حديقة اللوتس، زي كده جوه في ورد لوتس شكله حلو قوي. بعديها بقى مشينا من عند البحيرة بسرعة علشان نروح نصلي الجمعة، وشايفين الشوارع نظيفة ازاي. وصلنا على اول جامع، فاضل ساعة على صلاة الجمعة، فقلنا نلف كده هنا في المساجد في كشمير وناخدكم في جولة في المساجد في كشمير. في هنا مساجد تاريخية جميلة جدا، ممكن نقدر يعني نغطي 2-3 منها، والباقي بقى في الجولات التانية ان شاء الله المرات الجاية. ده اول مسجد دخلناه، بسم الله ما شاء الله بجد جميل جدا، وفي ساحة حمام جميلة قوي، وكمان بصوا الحمام كله على السطح، والمسجد شكله تاريخي والمبنى قديم جدا. اصلا مش شكله مسجد قوي، يعني مش بالمعمار اللي هو فيه قبه وكده. المسجد شكله مختلف جدا، والطراز بتاعه كمان مختلف، وشبه كده البيوت القديمه اللي معموله من الخشب. حاجه شكله جميله، هوريكم التفاصيل في المسجد تجنن. خليني احكي لكم نبذه سريعه عن الاسلام في كشمير. هم اولا قبل الاسلام ما يدخل عندهم كانوا بوذيين، فهتلاحظوا ان في تاثر شويه بالعماره البوذيه، يعني زي الشكل ده شويه كان موجود في العماره البوذيه، خدوه حطوه في المساجد بتاعتهم. هتلاحظوا في تشابهات في الفن هنا مع تركيا وايران قوي، لان هم ازاي الاسلام دخلهم اصلا كان عن طريق المتصوفه اللي بيسافروا يعرفوا الناس بالاسلام من ايران ومن تركيا، فهم اتأثروا قوي بالثقافة الإيرانية والتركية عامة. وده بقى تاني مسجد. المسجد ده كان أجواءه مريحة جدا، وكان فيه شجرات كبيرة شكلها حلو قوي قوي قوي. والشجرة دي من أهم الأشجار الثقافية يعني في كشمير، بيحبوها وبيزرعوها في أي مكان هم عايزين فيه راحة نفسية وعايزين فيه ظل وكده. واكتشفت بقى إن ورقة الشجرة دي هي اللي بتبقى مرسومة على كل الرسومات الكشميرية، وبيرسموها على كل الأقمشة بتاعتهم. بصوا أهي على كمي نفس الورقة. في الآخر قررنا أفضل هيصلي هنا الجمعة في المسجد الجامع اللي هو أكبر مسجد هنا في شرينجر في كشمير. وبجد المسجد أجواءه يعني روحانياته عالية جدا، مريح نفسيا جدا وعجبني. يعني ده تالت مسجد من دي. وبرضه هنا زارعين نفس نوع الشجر، 4 كورنر في 4 أركان المسجد، زارعين نفس نوع الشجر اللي هو دايما بيحطوا الورق بتاعه على اللبس وعلى الجدران وعلى كل حاجة زي كده. دي الشجرة المحببة لقلبهم يعني. وبيقولوا كمان ان هي بتدي طاقة ايجابية وبتعمل طاقة ايجابية للمكان، عشان كده بيزرعوها في 4 اركان، اي مكان هم عايزين بقى طاقة ايجابية فيه. لو حد جه الهند لازم يزور كشمير شرينجر ويجي المسجد ده بجد يا جماعة. النافورة اللي ورايا دي الناس بيتوضوا هنا، والمية نظيفة جدا فعلا. وفي هنا 3 اركان كده، والمساجد شبه المساجد العثمانية يعني انا حاساه كده. هنا الجزء بتاع السيدات اللي انا صليت فيه، وهنا الجزء بتاع الرجالة. فالمكان انا صليت فيه، ايوه هفضل صلى فيه. فبجد المكان هنا حلو قوي.
خرجنا بقى من الصلاة وقلنا عايزين نروح ناكل في مكان فخم وكده. ونسيت اقول لكم يا جماعة، احنا دلوقتي في شرينجر اللي هي عاصمة كشمير، وصراحة المدينة راقية جدا ومتطورة جدا جدا وامان وتحفة وفيها نت وكل حاجة. النهاردة بقى قررنا ناكل اكل ايراني، بما ان كشمير هنا ثقافتها متشابهة جدا مع ايران، فقلنا بقى نجرب الاكل الايراني هنا. بصوا يا جماعة المكان هنا شيك قوي، وكمان شكل الاكل حلو، فهنجرب بقى ونقول لكم راينا في الاكل الايراني في كشمير. كمان قاعده بره بس الجو حر، ممكن كمان شويه نطلع نقعد هنا بره. خلينا جوه دلوقتي. بصوا عندهم اكل ايراني، طلبنا في مش عارفه ايه الجوجو ده جوجو كباب. لا طلبنا ده لامب وتشيكن كباب، وقال لنا ده احسن حاجه عندهم فهنجربه. गलौटी कबाब, शामी कबाब। يلا نجرب الاكل الايراني. انا الرز ده شكله لذيذ قوي يعني. بصوا الرز ده طعمه حلو قوي، وفيه طعم الزعفران، يعني صارفين ومكلفين. دي ايه؟ دي شامي كباب. دي شامي كباب. خطير ومش سبايسي، خطير بجد. نجرب ده ايه ده गलौटी कबाब। بجد الاكل حلو لدرجه ان انا عايزه اروح ايران دلوقتي يعني. حاسه ان الاكل الايراني هذا هو ذوقي. وبكده نكون خلصنا جولة النهاردة. اتمنى تكون عجبتكم، ونشوفكم في الجولات الجاية. مع السلامة.